كامل نبغوا التحليات السهله والبنينه اللي يوجدوا بالخف خاصه في شهر رمضان. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب روسات زاهيه. اليوم جيت وجبت لكم تحليه النسكافيه. نصلوا على رسول الله ونبداو المقادير وطريقه التحضير. عليه افضل الصلاه والسلام. عندنا هنايا الكيله تاع الماء عادي، درنا لها باكيه تاع النسكافيه كما راكم تشوفوا. درنا لها كيله تاع شونتيي نوعيه جيده ما يعادل 250 غرام شونتيي. نطلعوها مليح مع بعض مع هذيك الماء اللي دا النكهه تاع النسكافيه. على سميتها تحليه النسكافيه باسكو فيها الكو تاع النسكافيه وتجي خفيفه وكريمتها بزاف هايله. تابعوا معايا صحباتي وديروا لايك والاشتراك في القناه باه يوصلكم كل جديد. بعد ما طلعت لي الكريمه هذيك اللي درناها مع بعض نديروا لها نص كاس نتاع كريمه سائله ونزيدوا نخلوها تطلع مع بعض. صحباتي اختاروا النوعيه تاع الشونتيي بتجي بنينه باسكو النوعيه تاع الشونتيي كي تجي عيانه مش راح تجيك شابه. ومن بعد نخلوها على جهه ونجيبوا هنا عندنا السارسو كما العاده 30 على 20. ستفنا لي بودواغ اللي شمخناهم في الماء، عفوا اللي شمخناهم في الحليب يكون دافي. كي تديريهم في الحليب يكون دافي تجيك بالخف يجوش تعطي لهم نكهه مش كيما الحليب يكون بارد. ستفناهم كامل في السارسو تاعنا ومن بعد جبنا الكريمه فرغناها على لي بودواغ بعد ما شمخناهم ومن بعد نسووا كامل مع بعض. نقسموا هذيك 250 نديروا 125 غرام من تحت ومن بعد نزيدوا نكملوا نديروا طبقه تاع لي بودواغ اللي نشمخوهم في الحليب دافي نديروا ونزيدوا نكملوا 125 غرام من الفوق. تبعي معايا الطريقه صاحبتي باسكو راح تعطيك كميه بزاف كبيره وراح توجد بالخف في نص ساعه ومن بعد تخليها 4 سوايع ولا هكا تريح وتجيكم بزاف هايله صحباتي. تقدري ديريها هكا في دي فيغين وتخدميها كمشروع وتقدري ديري لها ثاني نكهه الكراميل كيما تبغي تنكهيها. ومن بعد نزيدو نكملوا نديروا لها نديروا لي بودواغ طبقه ثانيه. جايينك ضياف بغيتي ديري حاجه ليه نص ساعه قبل المغرب ولا ديريها ومن بعد كي تصلي التراويح وتجي تقدري تقدميها عادي. ومن بعد ما استفنا لي بودواغ نكملوا الكريمه اللي بقات عندنا. صحباتي هذه التحليه مش راح تدي لكم مكونات بزاف، مكونات اقتصاديه كما قلت لكم حتوجد بالخف. وهذو المكونات سورتو في شهر رمضان تصيبيهم عندك في الدار ومن بعد تقطع لك كميه كبيره توكل لك حتى ل 15 واحد واقتصاديه. سيها ما كنتش راح تندموا فيها. بارطاجوها مع صحاباتكم وحباباتكم تجي بزاف هايله والكريمه تاعها تجي خفيفه ما تجيش ثقيله باسكو درنا لها هذيك الكريمه السائله هي اللي راح تزيد تخففها. ومن بعد نديروها ثاني كي نديروا الكريمه طبقه ثانيه نسووها كامل من الفوق نعطولها وجه شباب. ولا ما بغاتش هكا تتليسه معاكم من الفوق نديروا السباتشي تاعنا في شويه شويه ماء ونعاودوا نرجعوا نسووها كامل مع الفوق. صحباتي انا نصحتكم بالفيديو اللي فات نصحتكم بهذا السرسو باه كي تجي ديموا لي تحليات تاوعك شغل ديموا ليهم بالخف يساعدك بزاف كي تجي راح ديموا لي سورتي لا كنتي راح ديري كميه كبيره. لا ما كنتش راح ديري كميه كبيره قلت لك بلي ديريها في لي فيغين. ومن بعد ما توجد 4 ساعات ولا 6 ساعات في الفريجيدار ماشي في الكونجيلاتور نديروا لها رشه تاع الكاكاو. والكاكاو ثاني نوعيه جيده. عندك الكاكاو النوعيه جيده يا بيمو يا كالبون، هذه هي النوعيه الجيده. نديروا لها رشه خفيفه ومن بعد نديموا ليها. شوفوا صحباتي هنايا كي درتها 4 ساعات وديموا ليها تجي بزاف شابه وتجي كريمه خفيفه وحاكمه روحها وتجي بنينه وكما قلت لكم اقتصاديه. سيوها وخلوا لي رايكم في التعليقات ومن بعد كي كملتها كيما هكا طراسي وقطعي كيما تبغي. راني نوصي ونعاود صحباتي سيوها وخلوا لي رايكم في التعليقات. ما بغالي غير نقول لكم بصحتكم مع السلامه.